السلام عليكم، ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. اللي شفتوه في بدايه الفيديو هنعمل بقى سندوتشات كريب من الاخر، وصوت القرمشه باينه اكيد في الفيديو. بصوا، انا وريتكم عجينه العيش السوري قبل كده، يعني عملتها في فيديو، واللي ما شافهاش يرجع الفيديو. فعملتها النهارده تاني، ويعني عشان اختصارا لوقت الفيديو، بما اني كنت مصوره معاكم قبل كده، يعني فانا هقول لكم على المقادير وممكن ترجعوا على الفيديو تاني. انا حطيت كيلو دقيق، عليه رشه ملح، وحطيت عليه بيضه. تمام. وعجنتهم كويس بكميه ميه على حسب الدقيق بتاعك بيشرب ميه ولا لا. فانا حطيت كده عليه ميه لحد ما حسيت ان هو ملمسه او ملمس العجينه بقى تمام جدا، بيلزق شويه مش ناشف. تمام. وحطيت عليها كده شويه زعتر مجففين، وعجنتهم بقى زي ما انت شايفه، وابدا افردها كده بالنشابه. سبب الموضوع ايه وسبب فكره ان انا اعمل كريب النهارده ليه؟ سببه ان ابني طلع كده فجاه في دماغه ان هو عايز ياكل كريب بطاطس من برا، فانا ما اعترضتش وخليته يروح يجرب او يخوض التجربة عادي جدا. راح جابه فعلا ب20 جنيه. ببص فيه لقيت فيه بطاطس وشوية كاتشب على شوية مايونيز، وتمام كده. بس والله البطاطس كانت محروقة شوية، يعني أنا مش عارفة ليه 20 جنيه مثلا. هو ممكن بالنسبة لناس تانية مش غالي، بس أنا كأسرة مكونة من 5 أفراد، لما أحب أشتري مثلا وجبة كده تكفيني أنا وأسرتي ال5، على الأقل لو كل واحد 2 يعني 10، يعني مبلغ كبير جدا. أنا مش يعني ال10 مثلا هيدخل لهم في حسبة 200 جنيه اعتقد، يعني 200. طب انا 200 مثلا اجيب بيها السندوتشات وبطاطس بس، بطاطس بس من غير اي حاجة تاني. طب ليه؟ يعني بصراحة اعترض على الفكرة دي خالص. ففكرت ان انا اعمله الكريب في البيت. تمام. وهيبقى احلى من بره، واتفقنا على كده وقال تمام يا ماما. ونشوف نعمل مقارنة ما بين طعم ايه وطعم انت، دي بطاطس بس. المهم يعني عملنا بكيلو دقيق، اللهم بارك، عدوا معايا، هما تقريبا 27 واحدة، 27 واحدة اعتقد، والله ما عدتش معاكم. تمام. رقيناه وعملناه كويس وسويناه على عين البوتاجاز عادي جدا، ما خدش ساعة على بعضها. تمام. دي كانت اول مرحلة نعملها. هندخل بقى في الجد وهنشوف هنحتاج ايه. كيلو دي بكام يا جماعة؟ ب20 جنيه فقط لا غير. تمام. يعني 20 جنيه عملت بيها كيلو من جبت بيها كيلو من الدقيق، عملت بيها تقريبا 27 واحدة من العيش السوري. تمام. او ايا يكن، يعني سيان مش مشكلة. جبنا بقى ب20 جنيه جبنة رومي. تمام. والله هعدها لكم، انا مش هسيب لكم حاجة النهاردة، هعد لكم كل حاجة. تمام. هما تقريبا كانوا 12 شريحة اعتقد، يعني 12. هنقطعهم بقى ونعملها كده قطع صغننة خالص، بحيث يعني كأنها مفرومة عشان نحطها على الخلطة بتاعتنا. تمام. يبقى 20 جنيه دقيق و20 جنيه الجبنة. هبدأ دلوقتي اقطعهم كده حتت صغننة خالص، هقطعهم وارجع لكم تاني. حلوين، لو انتم مش مشتركين عندي في القناة اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله، وتبقوا معايا في كل حاجة بعملها. وعايزاكم تصلوا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يلا نكمل بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. تمام كده خلصنا الجبنة، قطعناها وحطيناها في طبق كده وهنسيبها على جنب، ونشوف المكون التاني. الفلفل الرومي على فكرة دول ب5 جنيه بس. يعني الكمية هي كبيرة ما شاء الله، ده انا شلت منه كمان تقريبا كده 3 قرون، لان حسيت الكمية تبقى كبيرة. وجاء كان عندي طماطم، لو هقولك مثلا تشتري دول قولي مثلا نص كيلو، ممكن ب6 جنيه تقريبا، يعني 5 و6 كده 11.
تمام. و5 جنيه زيتون اخضر، والله وكان كمية حلوة يعني، بس نقعته الاول في مية علشان كان مالح شوية، فحطيت كده ب5 جنيه زيتون. تمام. وجبت كيلو بطاطس، وكان عندي 2 في البيت، ممكن تشيليهم خالص يا ستي من الحسبة. هبدأ اقطعهم، وهقطعهم باللي هي القطاعة المشرشرة دي عشان تديني شكل برضو للبطاطس، يبقى شكلها لذيذ وحلو. يبقى كده قلنا الفلفل الرومي ب5 جنيه، وقلنا لو نص كيلو طماطم ب6، يبقى كده 11. و5 جنيه اللي هو الزيتون، يبقى كده كام؟ 16. تمام. في حاجة تاني ولا ايه؟ قلنا كيلو البطاطس ب12 جنيه، كيلو البطاطس ب12 جنيه، 28 جنيه. تمام. يبقى احنا كده قلنا مع ال28 دول هنقول اللي هو ال20 جنيه دقيق، وال20 جنيه جبنة. تمام. وال28 اللي هم بتوع الحاجات التانية اللي هي الفلفل والطماطم والحاجات دي، يبقى كده 40 60، يبقى كده 68 جنيه. 68 جنيه بجد، 68 جنيه بس. هقول لكم برضو على حاجة اختياري ممكن تعمليها او ممكن لا. ممكن تعملي كده تقفي لحد اللي انا عملته ده وبس، الحاجات دي هتكلفك 68 جنيه بس، مش هتكلفك اي حاجة تاني. تمام. هنخلص بس تقطيع البطاطس وهقولك على الحاجة اللي انت ممكن تحطيها او لا، على حسب انت عايز تعمليها ولا لا. تمام. بس هخلص التقطيع وارجع لك تاني. كده قطعنا البطاطس، شوفي شكلها لذيذ قوي وحلو جدا بجد، شكلها حلو قوي. خلصناها وغسلتها كويس، وهبدا دلوقتي ارش عليها بس كده رشه ملح كده، احيقها بس اللي هو يعني على طول، اللي هو قبل ما اقليها عشان ما تنزلش كميه ميه وبعد كده تدبل معايا ويبقى الموضوع مش حلو يعني. المكون بقى اللي انا بقولك عليه اختياري زي ما تحبيه. انا كان عندي بصراحة 4 قطع من البرجر، وتقدري طبعا تستغني عنه لو عندك زي كده برجر، لو عندك مثلا بانيه، عندك اي حاجة، عندك فراخ بايتة في التلاجة مسلوقة او اي حاجة متحمرة، عندك لحمة نفس الكلام، تقدري تحطيها في الساندوتش دوت، هيبقى حلو جدا. ما عندكيش تقدري تستغني عنهم تماما وتعمليها بالمكونات اللي انا قلتلك عليها في الاول. تمام. البرجر دوت انا هسيبه بس يفك شويه كده على ما اجهز بقيه الحاجه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. حطيت بقى الفلفل وحطيت الطماطم، هنزل دلوقتي بالجبنه الرومي. انا كنت عايزه اجيب ميكس جبن بس ما لقيتش، فلقيت الجبنه الرومي قدامي فقلت مش مشكله. تمام. حطينا الزيتون وهبدا دلوقتي اقلبهم على بعض. بما ان الجبنه الرومي بتبقى مالحه شويه والزيتون انا حطيته في ميه فبقى ملحه مظبوط، فانتي هتدوقي وتشوفي بقى محتاجه ملح تاني مش محتاجه، تبداي تظبطي. انا بالنسبه لي حطيت لها كده رشه فلفل اسود، وحسيت ان هي تمام. حمرنا بقى قطع البرجر وهبدا دلوقتي اقطعهم كده شرايح، وبعد كده اقطعها مكعبات علشان هلفها بقى على كل الكمية اللي شفتيها دي. على فكرة لو عندك اي نوع خضار عايزة تحطيه في الساندوتش دوت حطيه، هيبقى لذيذ جدا وهيعجبهم جدا، يعني مش عايزة اقولك هيعجبهم ازاي. كده قطعنا البرجر، اللهم بارك، ريحته كانت قلبة الدنيا بصراحة. احنا اللي بنعمل البرجر دوت، لو عايز طريقته قوليلي في الكومنتات وان شاء الله هجيب لكم طريقته. هنزل دلوقتي على الخضار بتاعي بالبرجر اللي انا قطعته. لو عندك اي حاجة زي ما اتفقنا تقدري تضيفيها. هنقلبهم كويس جدا زي ما انت شايفة كده، وهبدأ بقى اوريكي الخطوة قبل الاخيرة، يعني اللي هي الحشو وبعد كده التحمير. تمام. يلا بينا مع بعض.
معاكي هنا الجريل اللي انا هسوي فيه، او مش هسوي، اللي انا هحمر فيه بس الكريب لما اخلصه. تمام. جبت على فكرة ب10 جنيه كاتشب ومايونيز مع بعض كده، لو هتحسبيها قلنا 68، يعني كده 78 جنيه. ماشي، دول ب10 جنيه بس. هبدأ دلوقتي احط طبقة كاتشب على مايونيز واعجنهم مع بعض، وابدأ احط شوية بطاطس على شوية من الخلطة اللي عملتها، وهنلف الساندوتش وكده. شكرا. عايز تعمليه مثلثات زي ما بيجيبوه من بره، تمام. انا حبيت اعمله بالطريقة دي عشان يبقى محكم مع الولاد وما يبقاش مبهدل الدنيا هنا وهنا. تمام. هبدأ دلوقتي الفه. تمام. زي ما انت شايفة الموضوع سهل جدا والله، وكنت مستمتعة جدا من اول ما بدأته لحد ما خلصته. اللهم بارك. عملت 15، لا 15 ايه، ثواني كده افتكر. عملنا 15 وعملت بعدها 3، يعني 18 تقريبا، 19 ساندويتش من دوت. 19 واحد، متخيلة 19 واحد ب78 جنيه؟ انتوا متخيلين؟ على فكرة كان حلو جدا والله، وكان بيقرمش، وكان طعمه احلى بكتير. يعني ابني لما داقه قال لي لا يا ماما، ايه ده، ايه اللي انا كنت باكله الصبح دوت، حاجة لا مش حلوة خالص وملوش اي طعم. ده فعلا فرق جدا معاهم، وفرحت ان انا عملت حاجة عجبتهم، وفي نفس الوقت كانت احلى من بتاعة بره. ماشي. فيعني حاجة نظيفة ومعمولة في البيت ومش مكلفة، خصوصا داخلين بقى على مدارس وسعر الكتب يعني مش عايزة اقول لكم. فيعني ربنا يوفق اولادنا كده ويسترها عليهم يا رب. لو الفيديو ده عجبكم اتمنى اشوف اللايك والتعليقات، وشكرا ليكم وسلام.